سلام حبيباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم وليت لكم بثاني وصفه لحلويات العيد 2023. جبت لكم هذا الكاطو الصابلي الريشه اللي راهو داير حاله في المواقع التواصل. يعني جبته لكم بطريقه بسيطه وكما نقولوا بلمستي الخاصه، بواحد الحشو الكريمه تاعو. يعني الصراحه بزاف بنينه. انا ما عليا غير نقول لكم تبعوا الفيديو للاخير باش تعرفوا على جميع المراحل وطريقه التحضير. وبلا ما نطول عليكم نقولوا بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في الريسيبيون تاعي حطيت 250 غرام ماغارين تكون بحراره المطبخ، حطيت عليها رشه تاع الملح ونحط عليها ملعقه صغيره تاع فانيليا. نزيد نحط عليهم نصف كاس تاع سكر الناعم اللي هو سكر غلاس، ونصف كاس تاع الزيت. هنا سعه الكاس ديالي 220 مليلتر. حطيت عليهم زوج حبيبات تاع البيض يكونوا بحراره المطبخ، وهكذا وقاعده نخلط فيهم مليح هنا بالخلاط الكهربائي هكذا باش نتحصلوا على قوام يكون كريمي. نخلط مليح الماغارين تاعي هكذا باش كامل المكونات ينسجموا لي مع بعض. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، قوام كريمي، وهذيك الماغارين تاعنا يعني تشد روحها مليح. هنايا حطيت عليهم 2 ملاعق كبار تاع لا شانتيي. يعني هذا المكون يعطي لها واحد القوام العجين تاعنا ولا اروع، واحد الذوق يعني ما عندي ما نقول. وحطيت 2 ملاعق كبار تاع جوز مرحي. الا ما كانش عندكم متوفر الجوز مرحي عادي ديروا زوج ملاعق كبار تاع كاوكاو يكون مقلي ومرحي. وحطيت 3 ملاعق كبار تاع كاكاو، النوعيه لازم تكون مليحه تاع الكاكاو باش تعطينا الذوق بزاف هايل في العجين ديالنا. نكمل نخلط مليح هكذا بالباتور. من بعد نحبس الباتور ديالي ونروح نضم العجين تاعي بالفارينه. هنايا ندير شويه فارينه ودرت كيس خميره كيميائيه. نبدا نطم في العجين تاعي هنايا بلا ما ندلكها، يعني كيما نديروا عجينه الصابلي هكذا عادي نطموها. ما لازمش تطموها تكون يابسه يعني شاده روحها بزاف، لا بما انه درنا فيها الزيت نخلوها شويه خفيفه. نعرفوا العجينه تاع الزيت تمتم تنشف. شوفوا انا خليتها طريه هكذا. من بعد ديريكتومون نروح نفاصوني الكاطو ديالي. هنايا دائما يا اخي انا نستعين بهاد الساشي يكون ترونسبارون ولا بابي فيلم ولا هكذا باش نحلوا العجين تاعنا، يعني تجينا الخدمه هنايا بخاتيك وتجينا يعني سهله هكذا باش ما نستعملوش كامل الفارينه باش ما نشفوش العجين تاعنا. حليت العجين تاعي بهذا الشكل وقاعده ندير على شكل هاد الاشكال، يعني بهذا المول تاع الريشه يعني اللي يجي الفون تاعها بهذه الطريقه. من بعد ندير الكاطو تاعي هكذايا في السنيوه راحت لي الهضره سمحولي. درتو في السنيوه، الفرن تاعي على 150 درجه كنت سخنته. من بعد ندير الكاطو تاعي يطيب، قلت لكم على 150 درجه طيبوه غير من التحت تمتم يعني يطيب لكم ماهوش حيطول بما انه فيه الكاكاو. نديروا الكاطو تاعنا ينشف برك هكذايا. حطيته يطيب نروحوا مع بعض نحضروا الحشو ديالنا. الكريمه تاعي فيها 125 غرام تاع ماغارين تكون بحراره المطبخ. حطيت عليها 4 ملاعق كبار تاع العسل و2 ملاعق كبار تاع لا شانتيي، ونحط عليها 3 ملاعق كبار تاع شوكولاته ليطالي. صدقوني واحد البنه اللي تعطيها لنا هاد الكريمه يعني بنه خياليه تاع الصح. وما تقولوليش يعني تجيكم حلوه، راهي حتجي سوا. نطلعوا كامل هذيك الماغارين تاعنا حتى يتبدل اللون تاعها. شوفوا يميل للبياض هكذايا الكريمه تاعي يعني هنايا راهي حاضره وراهي واجده.
شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. هنايا نحط عليها حوالي 3 ملاعق كبار تاع جوز مرحي. كما قلت لكم في العجينه اللي استعملتوا الكاوكاو كملوها بالكاوكاو، يعني الكريمه تاعكم ديروا لها 3 ملاعق كبار تاع كاوكاو يكون مقلي ومرحي. ولا حبيتوا ديروا الجوز كيما انايا ديروا الجوز، يعطينا واحد البنه صراحه بزاف بزاف. ما عنديش نشكر في هذه الكريمه. شوفوا الكاطو تاعي بعد ما طاب لي، قلت لكم ما تخلوهش يحمر لكم بزاف، يعني غير ما ينشف لكم برك نحوه. شوفوا يعني مام الشكل تاعو متغير، ما تكمش ما والو، يعني صراحه بزاف هايل. هكذايا انا الحشو حطيت الحشو، عفوا الكريمه تاعي حطيتها في لابوش. وهنايا باش نحط في الوسط درت هاديه كابريس ليكيد، ولا تحبوا ديروا كراميل طوفيا كراميل، ولا تحبوا ديروا شوكولا ليطالي، يعني نتوما واش حبيتوا واش كان متوفر عندكم. هكذايا انا نبدا ندير في الكريمه ديالي هكذا في الجوانب كامل تاع الحبيبه تاع الكاطو ديالي، ونخلي هذاك الوسط نعمر فيه هذيك الكابريس ليكيد. ان شاء الله الفيديو تاعي حبيباتي راه واضح، يعني خاصه المبتدئات. شوفوا كيفاش راني نعمر في هذاك الوسط اللي خليته فارغ، نعمرو كما قلت لكم بالكابريس ليكيد. وقلت لكم يعني نتوما بواش حبيتوا ديروا، تقدروا يعني تستبدلوها عادي. نغلق عليها هكذا ونسوي لها كامل الجوانب هكذا بهذيك الكريمه، يعني لازم تكون عندنا طبقه مليحه يعني هكذا. نكملهم كامل بهذا الشكل، نكمل كامل الكاطو تاعي كما قلت لكم بهذا الشكل. ومن بعد نحطوه في الثلاجه، يعني لازم نخلوهم في الثلاجه يعني حوالي نصف ساعه ولا حتى الكريمه تاعنا تشد روحها مليح. شوفوا هكذايا تشد روحها مليح، من بعد نروحوا نديروا لهم الكلاصاج. شوفوا حبيباتي هاد الترانسفير اللي خدمت فيه هاد الريشات، هنا درت كميه من الشوكولا ذوبتها على حمام مائي، ما زدت لها حتى اضافه، ودرتها هنايا في هاد الترانسفير ديالي، ودرتهم في المجمد يعني ما يدولكمش كامل الوقت، تم يجمدوا لكم ديموليوهم. من بعد ديكوريت بهذاك الناكري دوغي، درت عندي بودغ وليكيد ديالو، ولا ما كانش عندكم الليكيد تقدروا ديروا شويه قارص هكذا كيولي لكم ما يعني ليكيد ديكوريو به هذاك الريشه ديالكم. هنا من جهه واحده اخرى ذوبت 300 غرام تاع الشوكولا، ذوبتها على حمام مائي يعني شوكولا بالحليب، وزدت لها 2 ملاعق كبار تاع الزيت هكذايا. ونبدا نكلاصي في الكاطو ديالي. الكاطو تاعنا هنايا كما قلت لكم درتو في الثلاجه، يعني غير نكلاصي هكذا بين فيه ينشف او بارد يعني هكذايا. نكمل نكلاصي كامل الكاطو تاعي. شوفوا انا هذه هي الطريقه اللي نكلاصي بها الكاطو، يعني وكل وحده وطريقه ديالها هكذايا. انا درت بابي كويسون حطيت فوقه هذاك الكاطو هكذا باش هذيك الشوكولا ما تروحليش، يعني نقدر نعاود نستعملها بهذه الطريقه. هنا بعد ما بدات تنشف غير شويه شوكولا تاعي حطيت فوقها هذوك الريشات هكذايا باش يلصقوا منهم ليهم، يعني ما خليتهاش حتى تنشف. وكاين طريقه واحده اخرى يعني خلوهم حتى ينشفوا ويزيدوا يديروا لهم شويه ناكري فوق الكاطو تاعهم قبل ما يحطوا الريشه. يعني انا حبيت نستعمل يعني تزيين بسيط بسيط بزاف، يعني بسطت لكم بزاف بزاف التزيين، ولكم الاختيار. كاين اللي ما يديروا كاكاو من الفوق، يعني نتوما واش حبيتوا حبيباتي. خليتهم ينشفوا، هنايا الكاطو تاعي خليته ينشف، من بعد حطيته في الكيسات. وهذا هو الشكل تاعو النهائي، يعني وصفه خفيفه ظريفه اقتصاديه، يعني بسطت لكم الامور، بسطت لكم المقادير. عفوا سكتوا راني برك راني نمونطي والصيام سكتوا برك، يعني قلت لكم بسطت لكم المقادير يعني هكذايا. موا ديروا يعني نوع يكون شباب طوندونس، راهو داير كما قلت لكم ضجه كبيره 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 في المواقع التواصل الاجتماعي. صراحه الوصفه هذه بزاف بزاف بنينه، نتمنى تجربوها وتستفادوا يعني من الوصفه تاع نهار اليوم، يعني خاصه للمبتدئات. كما معودتكم دائما نقول لكم ماذا بيا نكون افدتكم ولو بالقليل. هنا حبيباتي شوفوها كيفاش جات، يعني ما شاء الله عالي الكاطو تاعنا، جا عالي ما شاء الله، يعني متحوف شباب، يعني ما شاء الله يحمر الوجه.
هكذا يعني نقسم معكم حبيبه يعني لمصداقيه الوصفه، وشوفوا هذه كيفاش جات من الداخل، يعني ما شاء الله دوب ذوبان، خاصه بما انه زدنا هذيك لاشونتي في الحشو تاعنا، وزدنا لها يعني لاشونتي يعني في العجين، تجي عجينه هشيشه وبنينه بنينه، يعني ما تقدروش تتصوروا شحال بنينه. وهذيك الكابريس تقعد سايحه هكذا في الوسط، يعني بزاف بزاف هايله حبيباتي. انا نقول لكم شهيتكم في الجنه، ماذا بيا تبارطاجيو الفيديو هذا مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. انتظروني، يعني مازالوا وصفات للعيد ان شاء الله، وصفات اقتصاديين. هذه هي حبيباتي، ما عليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه للمره الثانيه، نقول لكم استودعتكم الله وحفظه، وسلام في فيديو اخر ووصفه جديده باذن الله تعالى. وما تنساوش تدعوا لي بدعوه الخير والتبادل، الدعاء متبادل باذن الله تعالى. نقول لكم صحه فطوركم ولا صحه